مهم قوي فيه انك يكون وانتي بتتعرفي عليه ما بينكوا وسيط. يعني ما ينفعش شخص قابلتيه في رحله وانتوا مسافرين وما فيش اي حد ما بينكوا، ما ينفعش واحد اتعرفتي عليه على النت، ما ينفعش واحد عرفتيه في جروب. ليه بقى بقول الكلام ده؟ مش بقول ان الناس دي وحشه او حلوه، الفكره بس ان انت في جوازك التاني بيبقى الملابسات فيه اكتر، فلو ما فيش ضامن ما بينكوا وكبير ليه وكبير ليكي الدنيا هتبوظ خالص. واصلا اساس صحة العقد ان يكون التعارف بشكل حلال. انتوا لو تعرفتوا في مكان غلط وبطريقة غلط وبدأتوا الموضوع بمعصية وخيانة للزوجة الاولى، عايزين ربنا يبارك لكم ازاي اصلا؟ فاوعي تقعي في حاجه زي دي وواحد يتعرف عليكي بره البيت وبره اهلك وبطريقه غلط خالص ويقولك عايزه اتقدم وتبقي زوجه تانية. لا، مش هينفع. لازم حد ثقه هو اللي يتقدم بيه ويجيبه البيت ويبقى ما بين